بيتكون من المعبد ومن المنازل بتاعة الأغنياء ومنازل الفقراء وكمان جزء المقبرة. بعد ما نخلص جزء أنا اسمي أمنية عادل، المرشدة السياحية إن شاء الله اللي هكمل معاكم، وهنبقى جروب رقم 3. اتفضلوا هنكمل هنا أول حاجة في رحلتنا احنا موجود في مدينة الأقصر في جنوب مصر. بيبتدي بحاجة اسمها طريق الكباش. طريق الكباش الأصلي طوله 3 كيلو متر، كان معمول عشان يربط زي تمثال بشكل راسي. ربط الكبش ده كمان كان رمز للفصول. أهم شخص بقى كان بيبقى مسؤول عن المعابد وعن كل شيء بيتم جواها هو رئيس الكهنة. ما كانش في أي شيء بيتم داخل المعابد المصرية بدون أمر رئيس الكهنة، سواء الشعائر الدينية اللي كانت بتتم أو القرابين اللي كانت بتقدم. هندخل كده دلوقتي مع بعض نشوف تخطيط المعابد في مصر كان بيبقى عامل ازاي وبيتكون. اتفضل. أول صالة هنلاقيها دايما في المعابد أو الفنانة. الصالة دي بتبقى من غير سقف تماما بحيث إن الضوء فيه بيدخل بشكل كامل، مقفلية من الذهب، وجوه الصندوق الصغير ده لأن عامة الناس ما كانش مسموح لهم بالدخول للأجزاء الداخلية في المعابد في مصر. فكان في أيام الاحتفالات الكهنة بيشيلوا المركب دي يطلعوا بيها بره، يمشوا بيها في طريق الكباش كله من معبد الكرنك من معبد الأقصر، بحيث إن عامة الشعب يشوف الإله بتاعه ويعرف يحتفل مع المعبد في أيام الاحتفالات. هندخل لجوه أكتر نشوف تاني المعبد عامل ازاي. تعالوا كده. الكرنك فيها 144 عمود، طول العمود الواحد منهم حوالي 21. أهميتهم إن هم بيعبروا عن رمز الشمال ورمز الجنوب في مصر. هنا أعمدة الغرب دي بتعبر عن رمز شمال مصر أو أعمدة اليوسف بتعبر عن جنوب مصر أو جزء إسرائيل. كل الغرب بقى بتكون موجودة في المعابد على اليمين وعلى الشمال فردتها. بيعملوها في إيه؟ الشرب. لا تبقى سهلة أوي كده. أكيد فيها فكرة. لا مش سهل. لا دي بتقولي ايه؟ مش هتبقى سهلة كده. لا قولي لي بتقولي السؤال. بيستعملوها في ايه؟ يعني كانت وظيفتها ايه؟ كان ليها وظيفة مهمة قوي. بتوض وتصهر. مش وض ويصهر. لا دي ساعة اللي معرفة الوقت. ساعة رملية؟ لا ساعة بائية خالص لحد تحت. بينهم مسافات عددهم 12 مسافة بيمثلوا 12 ساعة، يعني نص اليوم بالظبط. كانوا بيملوا فيها المية لحد الآخر ويعملوا فتحة صغيرة في الجنب بحيث إن هي تسمح بمرور نقط المية. كل نقطة بتنزل بتبقى حوالي ثانية، والمية بتفضل تنزل تدريجي خلال اليوم لحد ما بتمر 12 ساعة اللي هم بتوع نص اليوم، فكده يفهموا إن نص اليوم عدى بتتملي مرة تانية 12 زيهم، دول كده ال 24 ساعة بتوع اليوم. عملوها ليه؟ بالنهار كان عندهم حاجة اسمها الساعة الشمسية. بالظبط، من خلالها كانوا بيعرفوا مواعيد اليوم ماشية ازاي في فترة بالنهار بس طول ما النور موجود. النور ده بمجرد ما يروح كان عندهم أزمة إن هم يعرفوا الوقت بيمشي ازاي، وهل وقت الليل بيساوي وقت النهار ولا لا. فالساعة المائية دي فهمتهم إن الليل والنهار كل واحد فيهم 12 ساعة واليوم كله 24 ساعة زينا بالظبط دلوقتي. هنتحرك هنا نشوف بقى أهم أوضة في المعبد. جديدة في أيام الاحتفالات. فجنبها على طول هنشوف غرفة اسمها ملك تحتمس الثالث بدور ابنهم الإله حورس، لأن حورس ده كان هو رمز الشرعية الملكية في مصر القديمة. وغرفة الثالوث دي اللي موجودة في معبد الكرنك اللي الشمس بتتعامد فيها على وجه رمسيس كل سنة. هنتحرك بقى هنا نشوف آخر غرفة موجودة في المعبد. آخر غرفة موجودة هنا دي بتبقى غرفة مخصصة لتخزين الطعام. زي ما قلنا الطعام كان من الحاجات اللي بتتقدم كهدايا في المعبد في مصر القديمة، أنواع مختلفة من الطعام ومن الشراب وكمان من اللحوم. تعالوا بقى نبص على جدران المعبد. شباب مجموعة 3 تعامل. بصوا بقى هنا يا شباب، جدران المعبد الخارجية في مصر كانت بتستعمل إن هي توثق الأحداث المهمة اللي كانت بتحصل في عهد الملوك وعامة الشعب مش هيعرف يشوفها. يعني ده منظر لمعركة مهمة قوي اسمها معركة قادش، كانت بين رمسيس الثاني اللي فوق قعدت 16 سنة، وكل طرف فيهم قال في بلده إن هو اللي انتصر في الحرب. بس اللي وصل لنا أكيد إن الحرب دي انتهت بأول معاهدة سلام عرفها التاريخ
لما ملك الحيثيين بعت بنته هنا على مصر في عرض زواج دبلوماسي على رمسيس، واللي وافق عليه، وبالتالي اصبحت بينهم علاقه نسب ووقفوا الحرب. عرفنا المعلومات دي ازاي؟ عن طريق الكتابات المصريه القديمه طبعا. هنا الكتابات المصريه القديمه هي المصدر الاهم للمعلومات عندنا عن كل ما يتعلق بالتاريخ المصري وكل الاحداث اللي كانت فيه. اللغه الخط الهيروغليفي تحديدا هو الخط المقدس للدوله في مصر القديمه، وعباره عن اشكال رموز من الطبيعه، اشكال حيوانات واشكال طيور، وملهاش قاعده في الكتابه، يعني بتتكتب من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. كانوا بيعرفوا يقروها على اساس وش العلامات باصص فيه، بمعنى ان هنا العلامات كلها باصه اتجاه اليمين، فمعناها ان القراءه بتبقى من اليمين للشمال، وهنا مثلا العكس صحيح من الشمال لليمين. عرفنا نفك رموز اللغه المصريه القديمه من حجر رشيد. الحجر ده لقيناه في مصر وقت الحمله الفرنسيه، ومكتوب باللغه اليونانيه القديمه وفوق باللغه المصريه القديمه. فكوا عالم فرنسي اسمه شامبليون، كان متقن للغه اليونانيه القديمه، فعرف يعمل مقارنه بين الرموز اليوناني مع الرموز المصري. الموضوع خد منه حوالي 10 سنين، في النهايه تمكن انه يفك كل الرموز بتاعه اللغه المصريه القديمه ويفهم كل علامه كانت بالظبط بترمز لها. مش واضحه هنا، هوريها لك في البازار. الاسد كان حرف اللام، الحبل المجرور ده حرف الحرف، شكل الفم ده حرف الراء، والخيل بيجر العربيه. ولان التحكم في العربيات دي في السفن محتاج هي بس بتقعد، وعندها بقى 4 خدم مكلفين ان هم يشيلوا العربيه على كتفهم في كل التحركات بتاعتها خارج البيت طبعا، واحيانا داخل البيت كمان. بيبقوا عاملين ازاي؟ من حيث شكل الفستان، الشعر المستعار المزين من الذهب، نوع من الذهب، وكان عندها اشكال ثانيه من الشعر المستعار للمناسبات المختلفه، منهم اسفه بالك واحده بتبقى من خيوط الذهب. وكان كمان عندها خادمات مخصصين للعب الموسيقى على اداه الهارمونيكا واداه الناي، الاثنين ادوات مصريه قديمه وما زالوا مستعملين لحد دلوقتي الحالي. هنا في المقابر هتشوفوا شكل الاساس بتاعهم. اللون ده كان فكره للقيلوله مش النوع العميق، كان بيبقى من الخشب ومن الكتان، لكن بيكون نص دلوقتي. المصري القديمه كان حجمه فكره التويلت عموما. شكل التويلت ده كمان ما زال مستعمل لحد دلوقتي الحالي عندنا، بقى اسمه دلوقتي الحمام العربي، او في اوروبا بيقولوا عليه الحمام التركي بالظبط كده. عندنا في مصر عادي بنسميه الحمام البلدي. جنبه هنا على طول هنشوفوا غرفه الاستحمام، كانت منفصله عن غرفه التويلت. كانت عباره عن ستاره خشبيه بيقف وراها الشخص، والخدم بيتولوا عمليه صب الميه. هنا يا شباب اخر حاجه هنشوفها هي غرفه تخزين الطعام. غرفه تخزين الطعام دي اقرب حاجه ليها دلوقتي عندنا هي الثلاجه. هنا كانوا بيحاولوا يحافظوا على الاكل اطول فتره ممكنه بحيث ان هو ما يحصلوش عفون. جو مصر معروف ان هو جو حار، وفي الشمال بيكون كمان رطب، فكانوا بيحافظوا على الاكل بان هم يحطوه في اواني فخار. الفخار معروف ان هو اكتر حاجه بتحافظ على درجه الحراره بتاعه الطعام والشراب. بيكون في شباك صغير كمصدر لتبريد، وفي مسافات ما بين الاواني بحيث الهواء ده لما يخش يتحرك بحريه، فدرجه الحراره تفضل ثابته وما تعلاش فما يحصلش عفون. اتحرك بقى الجزء هنا يا شباب. في الجزء الخلفي اول حاجه بنشوفها هنا عندهم غرفه الخدم. دي غرفه كانوا بيستريحوا فيها الخدم وسط الاعمال المنزليه بتاعتهم، فبالتالي بنشوف جنبها على طول المطبخ. المطبخ كان جواه نوعين من الافران، بيبقى واحد مخصص لعمليه الخبز والتاني مخصص لعمليات الطبخ. وهنا طبعا الاسطبل عشان الخيل. وهنا بقى اخيرا عارفين دي ايه او شفتوها قبل كده؟ تخزين الغلاف. دي صوامع. الصوامع دي كانت بتخزن زي النجوم زي اليوم ويرجعوا يقفلوها مره ثانيه. دي نفس اللي كانت في قصه سيدنا يوسف عليه السلام اللي خزنوا فيها سنابل القمح وقت ال7 سنين الجاف اللي مروا على مصر. نتحرك بقى هنا نشوف شكل. تعالوا يا شباب. انتوا هنا هتشوفوا نموذج مصغر لفكره السوق في مصر القديمه. وفي مصر القديمه ما كانش فيه عملات، فكانوا بيتعاملوا بنظام المقايضه. المنظر هنا قدامكم بيوريكم طبعا حسب القيمه بتاعت الشيء. اهم حاجه طول ما الحاجتين متوازنين في القيمه كانوا عادي بينفعوا يبدلوا مع بعض. الفلوس دي ظهرت في العهد اليوناني بقى، بعد كده من اليونان لحد دلوقتي طبعا بنتعامل. اتحرك بقى هنا بقى بيت الفلاح بيوريكم شكل لايف ستايل.
زي ما انتم شايفين البيت كان بسيط جدا، زي ما انتم شايفين كده قدامكم، يعتبر هو غرفه واحده للاسره كلها تقعد فيها. نحط هنا الحبوب بتاعه القمح ولمده ساعتين او 3 تقعد تطحن فيهم بالحجر التاني ده لحد ما يتحولوا باودر تعرف تخبز منه. طبعا العمليه دي كانت هنرجع للخبز. هنا هيورينا التكنيك كان بيبقى عامل ازاي. ده كبريت. ده كبريت، ما هقول لك لسه هقول لك ما تقلقش مش هفهمكم. ده نفس شكل الاداه زي ما قلنا، بس الفرق بيننا وبينهم ايه؟ ان اشعال النار في مصر القديمه كان بياخد من 45 دقيقه لساعه كامله. عايز تقف ساعه كامله عشان يعرفوا يشعلوا النار، لان الادوات اللي كانوا بيستعملوها الاشتعال بتاعها بطيء. كانوا بيستعملوا ورق الشجر الناشف وزيت بذور الكتان. هي مأخوذة منين التكنيك دي؟ التكنيك ده المصريين القدماء هم اللي ابتكروه. كان اللي قبليه اللي هو الحجاره، احتكاك الحجاره بس ببعض. بعد كده هم ابتكروا الفكره. احنا حاطين كبريت عشان مش هنقف ساعه كامله نوريكم الاشتعال، نوريكم التكنيك بس. احنا عندنا النهار كله يا ابني. نقف هات يا ابني ورا شجر واقعد اتحمل ساعه. هنا كان طبعا حمام، وهنا برضو حمام، ده كان بيستعمل للتغذيه. وهنا بقى ده شكل الفرن بتاعه. وهنا في الخلف نفس فكره الصوامع اللي احنا اتكلمنا عليها في الجميل. فيش